عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، اهلا وسهلا بكم شباب في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض محافظة الاسماعيلية ومحافظة السويس صفحة 189 و 190 كتاب الاطباء علوم الصف الرابع الترم الثاني. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. مصدر الطاقة الرئيسي على الارض هو الشمس. العملية التي تتفتت فيها الصخور الى قطع صغيرة بتسمى التجوية. الطاقة الناتجة عن المصباح الكهربي هي طاقة ضوئية. الأخدود مظهر من مظاهر السطح وهو أحد أنواع الوديان. يمكن أن تحدث تعرية للصخور بفعل عدة عوامل، اذكر اثنين منها. هتقول له الماء والرياح والجاذبية. الماء والرياح والجاذبية دي تعرية الصخور. يلا يا بطل، عوامل تعرية الصخور يبقى الماء والرياح والجاذبية. صح وخطأ. تعتبر الرياح مصدر للطاقة الغير متجددة. هتقول له خطأ لأنها متجددة، طاقة نظيفة زيها زي المية زي الشمس. طيب المطر الحمضي بيسبب تلوث التربة والماء. صح. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة لأخرى. صح. يستغرق تكوين الأخاديد فترات زمنية قصيرة. خطأ. حدد نوع التجوية التي تسببها الأمطار الحمضية. انت عندك تجوية كيميائية. الأمطار الحمضية دي تجوية كيميائية. خلاص يا حبايبي. اكتب المصطلح العلمي. تلوث بيتسبب في تهييج الرئتين أو تلف الجهاز التنفسي، ده اسمه الضباب الدخاني. منطقة مثلثة الشكل نتجت من ترسيب الطمي، دي اسمها الدلتا. ظاهرة تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة حرق الوقود الحفري، ده اسمه الاحتباس الحراري. تلال من الرمال المتحركة والمتكونة بفعل الرياح الكثبان الرملية. ماذا يحدث عندما تتعرض بقايا الكائنات البحرية الميتة للضغط والحرارة في باطن الأرض الملايين السنين؟ هتقول له يتكون النفط والغاز الطبيعي. يتكون النفط والغاز الطبيعي. حلينا صفحة 189 يا شباب. ننتقل لصفحة 190 محافظة السويس. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين. السيارة بتحتاج إلى وقود لكي تتحرك. عملية نقل الصخور عند تفتتها بتسمى التعرية. من أنواع الوقود الحيوي الخشب. تكوين الأخاديد فترات زمنية طويلة. تكوين الأخاديد فترات زمنية طويلة. ماذا يحدث عندما بتنقل الرياح الرمال من مكان لآخر في الصحراء؟ هتقول له تتكون الكثبان الرملية. تتكون الكثبان الرملية. من العمود ب ما يناسب العمود أ. الصوبة الزراعية هتقول له بتساعد على زراعة المحاصيل التي لا تنمو إلا في مناخ دافئ. طب الجاذبية هتقول له من عوامل التعرية. الوادي منطقة منخفضة بين جبلين. الماء هتقول له بيستخدم في توليد الكهرباء. اكتب المصطلح العلمي. التجوية التي تتفتت فيها الصخور إلى أجزاء صغيرة لها نفس التركيب دي اسمها التجوية الميكانيكية. التجوية الميكانيكية. صح وخطأ. الحرارة والبرودة تتسببان في تكسير الصخور. صح. عندما تلتقي المياه المتدفقة مع المياه الساكنة بتتكون كثبان رملية. خطأ. معظم سلاسل الطاقة تبدأ بطاقة القمر. خطأ. بطاقة الشمس. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. صح. اذكر مثال على التضاريس التي يمكن أن تتكون بفعل عملية الترسيب. عندك الدلتا. خلاص يا حبايبي، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض محافظة الإسماعيلية ومحافظة السويس صفحة 189 و 190 كتاب الأضواء مادة العلوم الصف الرابع. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.